لما تحسي كده انك عايزة حاجة تروق دماغك وتنعشك، يبقى لازم تجربي العصير ده. دمجنا نوعين مع بعض وضفت عليهم لمسة بسيطة، طلع طعمه خطير ومنعش وخفيف جدا. لازم تجربه. بس قبل ما ندخل على الفيديو متنسيش تشتركي في القناة ولسه مش مشتركة، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. هنجيب منجاية ونقطعها اي حاجة، لان كده كده احنا لسه هنضربها في الخلاط. انت بصي هتجربي العصير ده وهتدعيلي، متأكدة يعني. وبعد كده ننزله في الخلاط. وهنجيب حوالي كده كوباية من العنب، انت ممكن تضيفي اسود اخضر اللي موجود عندك، وكوباية من اللبن، وفي نفس الكوباية مية برضو. كده معانا كوبايتين، كوباية لبن وكوباية مية، وربع كوباية من السكر. وناخده نضربه في الخلاط. لسه هنكمل الخطوة التانية، بس لما نضربه ونصفيه. حاولي بقى ان انت تصفيه كويس، عشان مش عايزين يبقى ناعم كده، مفيش اي تكتلات او اي شوايب او اي حاجة. لازم ابهدله الدنيا. لو وصلت لحد هنا متنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتكتبوا له رايكم، وفعلي الجرس عشان يوصلكوا اي حاجة انزلها. اي اصوات تسمعوها جنبي اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم. انا بفضل اتمشى في الشقة من هنا لهنا وفضفض الصوت ورايا خلاص. هكون وصلت لحد هنا وما عملتش لايك، اوعي. هنا المصفى ناعمة خالص، فده المفضل يعني ان انت تصفيها مع مصفى ناعمة خالص. علشان كل شوية بتنزل بيبقى العصير كريمة وخطير. هنرجعه بقى تاني الخلاط، وننزل بقى بمكعبات من التلج عشان نعمله سموزي. بس كده شايفين السحر خلص في ثواني. ننزل بقى بالعصير. بس كده كريمي طعمه. بصوا مش قادرة احدد لكم الطعم ايه، خطير. لازم تقوموا تجربوه وتعملي منشن لصاحبتك عشان هي كمان تقوم تجربه، هيعجبكم جدا. بس كده الفيديو كده خلص معانا. بتمنى تكون الوصفة البسيطة دي عجبتكم، وان شاء الله تطبقوها وهتعجبكم جدا، وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات عشان بيفرق معايا. بحبكم في الله، واشوفكم في وصفة تانية. مع السلامة، رعاية الله. باي.